كل رسالة بتبعتها بتسافر آلاف الكيلومترات في ثواني. إزاي؟ الإنترنت هو شبكة ضخمة تربط مليارات الأجهزة حول العالم ببعضها البعض، تسمح بتبادل المعلومات بسرعة رهيبة من خلال أنظمة معقدة تعتمد على الاتصال بين أجهزة الكمبيوتر والخوادم. عندما تكتب موقعاً في المتصفح، يبدأ جهازك في إرسال طلب إلى السيرفر الخاص بالموقع عبر شبكة الإنترنت ليبحث عن البيانات المطلوبة ويرسلها إليك فوراً. السيرفر هو جهاز قوي يخزن المواقع والبيانات، وعندما يصله طلب، يقوم بتحليل الطلب وإرسال المعلومات المناسبة للمستخدم، مثل الصور أو النصوص أو الفيديوهات، بسرعة كبيرة. البيانات لا تنتقل دفعة واحدة، بل يتم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة تسمى حزم بيانات، تسافر عبر طرق مختلفة حتى تصل إلى جهازك، ويتم تجميعها مرة أخرى. الإنترنت يعتمد على كابلات بحرية ضخمة تمتد عبر المحيطات، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية التي تساعد في نقل البيانات لمسافات بعيدة بسرعة مذهلة حول العالم. تعمل بروتوكولات الإنترنت مثل قواعد لتنظيم إرسال البيانات، وتضمن وصولها بشكل صحيح وسريع، مثل بروتوكول TCP شرطة مائلة IP، الذي يتحكم في نقل المعلومات بين الأجهزة المختلفة. الإنترنت سهل التعلم والتواصل والعمل، لكنه قد يسبب الإدمان، نشر المعلومات الخاطئة، وانتهاك الخصوصية. لذلك يجب استخدامه بوعي لتحقيق أقصى استفادة وتجنب مخاطره. الإنترنت قوة، استخدمها صح، مش تسيبها تستخدمك. اكتب رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.